قالوا لي بيجمعوا 150 طفل يتيم من طلاب المدارس الحكوميه كل اسبوع في رمضان، وبيعملوا لهم افطار وبيوزعوا عليهم هدايا. قلت الله عليكم يا ولاد مصر، انا معاكم والنبي. هعمل للاولاد 150 وجبه مكونه من رز بسمتي وكفته وشيش طاووق وطحينه وسلطه وكمان حلويات شرقيه اللي بعتتها لنا ايناس الجميله. وطبعا فضل العطاء للايتام مش محتاج كلام. وكلمتني هويده صاحبتي قالت لي يا رشا انا محتاجه اساعد معاكم في حاجه، وبعتت لي تشكيله من محاشي كرنب وبتنجان وفلفل وكوسه. وال150 وجبه محاشي دول هيروحوا لمائده لقمه خير، المائده اللي كل يوم بتكبر وعدد الناس بيزيد فيها، وربنا يقدرنا ويقدر المشرفين عليها. هعمل لهم فراخ مشويه مع المحشي وسلطه خضار وطحينه. وفي الختام مفيش ختام، لان الخير فينا وفي اهل بلدنا وفي اهل الخير. الصفحه دي بتاعتكم وكل ده من فضل الله ثم فضلكم. يلا بقى اعملوا بايديكم وشاركوا انتم وولادكم، وازرعوا الخير جواهم وازرعوا الخير بينا، واعملوا شير للخير. واشوفكم على خير يا اهل الخير.